السلام عليكم، اهلا مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعداء جدا ان نلقاكم في هذا العدد المميز من برنامج في التسعين. نهايه الموسم الكروي بتتويج طبعا المولوديه، مولوديه الجزائر باللقب بعد 14 سنه من الانتظار. عفوا. وطبعا في اجواء كبيره ومميزه في ملعب نيلسون مانديلا. اذا المولوديه بطله للجزائر، وشباب الوزداد سيمثل الجزائر في كاس رابطه ابطال افريقيا رفقه المولوديه. النادي الرياضي القسنطيني والاتحاد الجزائري في منافسه كاس الكاف، الاتحاد السوفي ونجم بن عكنون يغادران حظيره الكبار، ويصعد في الجهه المقابله كل من اقبو وترجي مستغانم. في هذا العدد عوده الى انجاز المولوديه، عوده الى انجاز اولمبيك اقبو، وكلام عما فعله فريق ترجي مستغانم بالصور والانطباعات والكثير من المفاجآت. وكالعادة يحضر هذا البرنامج جابر نعمون. أهلا مرحبا جابر. مساء الخير كريم، مساء الخير ضيوفنا الكرام، مساء الخير الجمهور الرياضي. مساء الخير، مرحبا. إذا جابر، ضيوفنا الأعزاء بلاطو مميز هذه المرة. نبدأ بأصغر رئيس في أقول ربما في تاريخ الكرة الجزائرية الذي يحقق الصعود، 33 سنة فقط، هو تقي الدين بيبي، طبعا رئيس نادي ترجي مستغانم. أهلا مرحبا سيد. مساء الخير سيد كريم. 33 سنة أصغر رئيس. أصغر رئيس، نعم. إنجاز تاريخي الحمد لله، بفضل الله عز وجل. ولاعب سابق في كرة القدم. نعم. يلا اليوم تلبس قبعتين، شويه رئيس شويه ايضا لاعب دخل معنا في الجانب الفني. وفي فريق ايضا حقق انجاز غير مسبوق، الصعود 5 مرات متتاليه، هكذا في 5 مواسم متتاليه وصل لك الى دوري الاضواء، شيء كبير وانجاز كبير ايضا لاولمبيك اقبو. الرئيس كريم طاقه، اهلا مرحبا. ازول في الاول، ازول سي كريم. ازول مرحبا. مرحبا. انجاز كبير. ها انجاز كبير وتعبنا. كنت توقعوا؟ وكنا نتوقعوا، انا في لا بلانيفيكاسيون ديال الديبي. 5 بزاف واعره. 5 واعره صح، بالخدمه كل شيء ممكن. مرحبا. سنتحدث عن اولمبيك اقبو، عن ترجي مستغانم، وضيفنا الثالث هو الضيف الذي لا يظهر ولم يظهر في البلاطوات، اول ظهور له هذا الموسم بعد التتويج. لا يتكلم كثيرا ولكنه يعمل كثيرا ايضا، فعل ما لم يفعله الكثير في مولوديه الجزائر. عاد المولوديه الى سكه الالقاب بعد 14 سنه كامله من الانتظار. سي حكيم حجر، اهلا مرحبا. اهلا بك سي كريم، واهلا بالجمهور الرياضي، ونشكرك على هذه الدعوه، ويعني كبرت بينا بزاف، الله يبارك، بارك الله فيك. ونرحب بالرئيسين، رئيس اقبو ورئيس مستغانم، ونهنئوهم على هذا الصعود التاريخي، وان شاء الله نتمنى لهم حظ موفق في الرابطه الاولى ان شاء الله. اليوم العرس هنا في البلاطو جابر، عرس الموسم بين المولوديه والاولمبيك والترجي. اكيد هو عرس الموسم وخاتمه اي موسم، احنا جبناهم في حصه 90. والخاتمه امس كانت رائعه الرئيس صراحه في ملعب نيلسون مانديلا. لم نشاهد ذلك المشهد، طريقه الاحتفال بالدرع وطريقه تسليمه وتلك الصوره الجميله اللي قدمناها على الجزائر. يعني لازم نقولوا شيء، لازم لو يحدث في الجزائر هناك وكبة في الجزائر في كل المجالات، في المجال السياسي، في المجال الاقتصادي، في المجال الرياضي. احنا اليوم راح نتكلموا عن المجال الرياضي، ونقول باللي الامس كان حفل رائع بأتم معنى الكلمة، ولازم نقولوا للناس اللي عملت ودارت هذاك الحفل، اللي منها الفيدرالية والرابطة. نشكر جزيل الشكر رئيس الفيدرالية اللي كان واقف على هذا الحفل، وكان واقف على كل صغيرة وكبيرة، والرابطة أيضا. يعني حفل في مستوى الدولة الجزائرية فعلا. سي تقي الدين، حتى في مستغانم شفنا أجواء رائعة جدا، شاهدنا مدينة مستغانم لم تنام أبدا. صح ما كنتوش محظوظين لأن المباراة الأخيرة لعبت خارج القواعد، ما قدرتوش تحتفلوا بتسليم درع في الملعب، ولكن بعد ذلك الاحتفالية كانت استثنائية ورائعة، وقدمتوا صورة جميلة عن مدينة مستغانم المضيافة. صراحة فريق ترجي مستغانم فريق كبير، يستاهل يلعب في القسم الأضواء في القسم الأول، ونتمنى ان شاء الله احنا في ترجي مستغانم نفرحهم اكثر من هكا باذن الله عز وجل. والاحتفال كانت رائعه، نتحدث عن المشهد اللي صنعوا الانصار، كان غير عادي في مدينه مستغانم. والله احتفال ما شاء الله، مشكورين الانصار في ترجي مستغانم على الشيء اللي داروا، وان شاء الله باذن الله يفرحونا اكثر واكثر ونفرحوهم ان شاء الله.
نشاهد الصور بعد لحظات. طبعا سي كريم ايضا اليوم مسؤوليه كبيره على عاتقك، بجاي عرفناها بالشبيبه، عرفناها بالموض، الشبيبه والموض يمروا بظروف صعبه، الان كل شيء على عاتق اولمبيك اقبو، خاصه انكم ستلعبوا في ملعب الوحده المغربيه. صح سين مسؤوليه كبيره طاحت على عاتقنا. كي نشوفوا اليوم يعني شيء مؤسف نشوفوا شبيبه والموض في التروازيام ديفيزيون. ان شاء الله كيما اليوم ان شاء الله يفون ريجوندر ان شاء الله لا ناسيونال 1 ويكون عرس يعني دي ديربي كيما ان شاء الله مع شبيبه القبائل ولا المولوديه بجايه ولا شبيبه بجايه كيما اليوم، بيسك نشوفوا ولايه بجايه ولايه رياضيه. شوفوا سواء لا سيكسيون فيمينين ولا كره القدم رجال من بكري، يعني كاين يعني توجور دي كلوب في الناسيونال 1 ولا في ان شاء الله كيما اليوم ان شاء الله يعاودوا يولوا للظهور. وكما قلت مسؤوليه كبيره، وحنا ان شاء الله نشرفوهم يعني في هذا القسم الوطني الاول. يكون ماشي حاجه سهله بصح يعني اكتسبنا خبره 5 اكسيسيون كونسيكيتيف، اكتسبنا خبره، وان شاء الله حنا اون با با جوي لي بروميير رول بصح اون با ايسي دو se maintenir à l'aise ان شاء الله. ان شاء الله. فاصل الحدث وبعد ذلك نبدا المشوار على بركه الله، مشوار الصور والكثير من المفاجات في هذا العدد. سي حكيم، قبل ما ندخل في تفاصيل المولوديه ونعود نسترجع اجمل الصور، صوره رائعه جدا لما تشاهد ابناء المولوديه امس كلهم في ملعب 5 جويليا بمختلف الاجيال، من جيل 76 اللي قدمنا اغلى الكؤوس وعبد الطريق طبعا للنوادي الجزائريه الى غايه جيل براق مثلا. ذلك المشهد افتقدناه كثيرا في المولوديه التي لطالما قيل بان الصراعات هي التي كانت تؤثر على هذا النادي. الإجابة حتكون من النهاية، يعني هو الهدف كان هو القضاء على الصراعات، لأنه الخبرة تاعنا القليلة في فريق مولودية الجزائر علمتنا أنه يجب علينا إنهاء هذه الصراعات عبر مختلف كل الأجيال. وجات الفكرة باش نعرضوا كل اللاعبين القدامى أو معظمهم من كل الأجيال باش تكون هنا، لأنه في الأخير هي حفل كل أنصار مولودية الجزائر، لاعبين متفرجين كل محبين هذا الفريق كان عليهم لازم يكونوا البارح في الحفل بدون إقصاء. يعني كي تشوف الناس اللي كانوا في الملعب تجيب جيل تاع الثمانينات، تجيب جيل تاع التسعينات والجيل تاع الألفية. هذا هو الهدف، هو لم شمل عائلة مولودية الجزائر، وكفانا إقصاء وكفانا كلام يعني ينخر في جسم فريق مولودية الجزائر. فعلا زميلنا طارق بوفليح يستعرض أهم وأبرز محطات المولودية هذا الموسم، يعود إلى تلك الأجواء الخيالية التي عاشها الفريق في ملعب نيلسون مانديلا في هذه الورقة. في أجواء أقل ما يمكن وصفها بالرائعة والمبهرة كانت الأمسية الأخيرة للدوري الجزائري بملعب نيلسون مانديلا، صنع فيها جماهير مولودية الجزائر على غير العادة وبعيدا عن معقلهم المعتاد صورا خرافية في سهرة التتويج بالدرع بحضور رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي، الذي توج زملاء القائد أيوب عبد الله كأبطال للموسم برفقة الرئيس المدير العام لمجمع سوناتراك رشيد حشيشي، وبحضور أحد أبرز نجوم النادي السابقين علي بن شيخ، حيث شهدت المراسم تنظيما مثاليا ومحكما وأجواء لا تختلف عما يشاهد في كبرى الدوريات العالمية، في محطة تمنت جميع الجماهير تكرارها بهذا الشكل كل موسم. اللقب الثامن للمولودية جاء بعد 14 سنة عن آخر احتفال بالدرع و8 سنوات عن آخر تتويج، مدة عاش فيها مناصر المولودية على الحسرة والتساؤل قبل أن يأتي الموسم الكروي 2023-2024 ليستعيد فيه بسمته واعتزازه باللونين الأحمر والأخضر، حيث لبس الفريق بقيادة المدرب أمير بوميل ثوب البطل، مستفيدا من استخدامات مدروسة قدمت ما كان منتظرا منها واستقرار إداري برئاسة حكيم حجرجم لم يشهده بيت المولودية منذ سنوات عديدة.
كلها توابل استثمر فيها رفقاء أفضل لاعب في البطولة يوسف بالليلي، فراحوا يسجلون انتصارات الواحدة تلو الآخر ليحققوا علامات كبيرة وأرقام قياسية تاريخية، حيث انهزم الفريق في مباراة واحدة في مرحلة الذهاب أمام النادي الرياضي القسنطيني، وكان أول فريق يسجل 25 هدفا بعد مرور 8 جولات فقط. وفي المرحلة الثانية وبعد التتويج باللقب الشتوي وصل الفريق عروضه القوية نحو تحقيق الهدف، محطما رقما قياسيا آخر، حيث كان أول فريق في تاريخ البطولة المحلية يبلغ النقطة 52 بعد مرور 22 جولة. وكان قبلها يوسف بالليلي أول لاعب يسجل 10 أهداف بعد مرور 8 جولات. التوقعات والترشيحات التي كانت من قبل جسدتها المولودية على أرض الواقع بعدما حسمت أمر الصدارة مبكرا عند الجولة 26، حيث وسعت الفارق عن أقرب ملاحقيها إلى 14 نقطة، واختتمت الموسم برصيد 65 نقطة من 19 فوزا و8 تعادلات و3 هزائم فقط، وبمجموع أهداف بلغ 55 هدفا كأفضل خط هجوم بصم فيها بالليل على 14 هدفا، فيما تلقى الدفاع ل20 هدفا فقط كأفضل خط دفاع. ليبقى 14 من جوان 2024 تاريخا لن ينسى بالتأكيد لدى الجماهير العريضة للنادي العاصمي التي امتلأت بها مدرجات ملعب نيلسون مانديلا. ببساطة في مشهد غير عادي واستثنائي، ملعب عالمي، العائلات فوق المدرجات، الكل يحتفل بطريقة رائعة جدا. هي المولودية من صنعت كل هذا، هي المولودية من أعادت كل هذه الأجواء إلى ملعب نيلسون مانديلا في موسم غير عادي. سي حكيم، رغم كل هذه الأرقام، رغم كل ما فعلت المولودية، إلا أنكم قلتوا بأنها مجرد عودة فقط إلى المكانة الطبيعية وليس إنجاز. تصريح يحمل في طياته أكثر من دلالة وأكثر من معنى، أليس كذلك؟ نعم، لأنه بكل بساطة هو هذا الإنجاز حقه ناس ورؤساء ومدربين ولاعبين سابقين حقه إنجاز أكثر من هذا، يعني حق الثلاثية، حق البطولة، حق الكؤوس. يعني إحنا ما درناش إنجاز جديد على فريق مولودية الجزائر، لأنه فريق مولودية الجزائر هو فريق كبير بتاريخه، فريق كبير بألقابه، فريق برجاله، كبير بشهداء تاعو، عندنا 100 شهيد، ولا أريد ذكر الأسماء، برؤسائه، برئيسه التاريخي والمؤسس عبد الرحمن عوف. يعني تاريخ كبير هذا الفريق، يعني تحقيق اللقب مرة في حد ذاته بعد 14 سنة ممكن من هذا الباب بعتبروه هو عودة فريق مولودية الجزائر إلى منصة التتويجات، وعودة هذا الفريق إلى مصف الكبار. فعلا. تقي الدين، خليني من قبعة الرئيس، نفضل أنك تلبس قبعة اللاعب السابق. الآن الكل استمتع هذا الموسم بأداء المولودية، والكل كان يتابع مبارياتها، لأنه نادرا ما تشاهد فريق في مبارياته 60,000 متفرج والمتعة موجودة. كيف تشوف وكيفاش تقيم مشوار المولودية، أقول بين قوسين كلاعب سابق؟ صراحة فريق مولودية الجزائر فريق كبير كما قال لك الرئيس، فريق يستاهل اللي يلعب على لي تيتر كل عام. احنا نتمناو ان شاء الله من هذا المنبر لما لا الفوز بدوري ابطال افريقيا ان شاء الله. نتمنى لهم كل خير. وفريق مولودية الجزائر فريق كبير، فريق شهداء، فريق عريق. امتعنا هذا الموسم فنيا صراحة، امتعنا. مثل يوسف بلايلي، زقرانة، بخماسة، لاعبين ما شاء الله، ما عندك ما تقول فيهم. يلعبوا لعب حالي، لعب عصري، ماشي لاعبين اللي راهم قال قدم. ما يعطيهم الصحة ونتمنى لهم كل خير إن شاء الله. تسير مجموعة لم يكن سهلا في الجزائر، أنك تسير مجموعة ما وسع، فما بالك أنك تسير نجوم، وأي نجوم. ولم تكن تتكلم، أحيانا تغرد في تويت، أحيانا بصورة، أحيانا برسائل مشفرة، وتحل المشاكل في هدوء. كيف تمكنت من تسيير هذه الأشياء الصعبة والمعقدة هذا الموسم؟ هذا يعود إلى كل أعضاء فريق مولودية الجزائر
لست وحدي في هذا الفريق، يعني فريق كاين ناس، كاين رجال خدمت في العلن وكاين رجال خدمت في السر وفي الخفاء، وقفنا على كل صغيرة وكبيرة. وهذا يعود بكل بساطة كل مدرب، مسؤول الإعلام، اللاعبين، المسؤول على الجارد ماتيريال، كل انسان شارك. المناجر قام بدور كبير بين الربط بين الفريق، بين اللاعبين والاداره، يعني كل واحد قدم واش لازم من هذا الفريق. لكن اليوم انا نحيي اللاعبين اللي كانت عندهم روح المسؤوليه. كنت قريب بزاف منهم، قريب يعني لاعبين يخلوك تحبهم بكل بساطه، لانهم لاعبين عندهم خبره وعندهم ضمير مهني، اللي كانوا يعملوا بكل جد. كانوا هناك صعوبات وكانوا هناك مشاكل، هذه ما نخفيوهاش. هم يعرفوا الناس اللي لعبت كرة القدم، والسي جمنون يعرف هذا الشيء هذا. يعني الأمور في المجموعة يكون هناك أمور، لكن تحكمنا عليهم بفضل. في فترة ما خفت شوية؟ في الدرك وراني خايف. خلاص يعني كرة القدم ماهيش مهنة سهلة، مهنة صعبة تطلب. لكن أحيي مرة أخرى اللاعبين اللي كانوا كلهم في المستوى، وكانوا هناك لاعبين قادوا المجموعة بالخبرة تاعهم. على سبيل الذكر يوسف بالليلي، أيوب عبد اللاوي، جمال بالعمري، بن خماسة، نعيجي، يعني كلهم حليمية، كانوا لاعبين في المستوى. حمزة موالي، لاعبين. مرزوقي بالخبرة تاعو، مرزوقي يجلسوا في كرسي الاحتياط 3 بطولات. يعني أمور الناس تقعد أكو شفتوا في كرسي الاحتياط، تشوف لاعبين. بالأمس القريب كان أيوب عبد اللاوي يقود، شفناه من المدرجات يعاون في الفريق تاعو، يعاون. هذا ما يثبت دارها جمال بالعمري من قبل. يوسف بالليلي في لقاء لن ننساه لأنه هذاك اللقاء كان كما يقولوا، هذاك اللقاء كان قفزة، يعني لقاء شلف في سهرة رمضانية. يعني من كنا منهزمين 3-1، وشفنا يوسف بالليلي يشجع في زملائه وشجع مع الشعب. يعني كانت هناك وقفة، وكان واحد فينا ما كان يتصور بالحين نعاودوا نولوا في النتيجة، والحمد لله عودنا. وهذا يعود للاعبين وللجميع، يعني وقفوا وقفة رجل واحد. بكيت في مباراة ما؟ عدة مباريات. أي مباراة اللي بكيت فيها؟ أظن مباراة بسكرة. على الهدف جاء حلو جدا. لو يعرف قيمة الهدف في الدقائق الأخيرة، يعني كان لأنه الرئيس مباراة بسكرة كانت بعد 3 تعادلات متتالية، دخلوا في مرحلة الشك. كنا في مرحلة ونقدروا بين قوسين نقولوا مرحلة فراغ. بالليل كان غايب أيضا، كان كان الفريق الوطني صح. نعم كان كان الفريق الوطني، لكن عرفنا كيفاش نخرجوا من هذيك المرحلة هذيك الصعبة. وهذا يعود بالفضل باللاعبين، المدرب، للطواقم اللي كانت عندنا ثقة في هذه المجموعة، وكان عندنا ثقة في المدرب وفي كامل الناس اللي كانت تحيط بالفريق. سي كريم، مشوار وتتويج المولودية باستحقاق صراحة. اكسبسيونيل، غير نادر. يعني بدون تعليق يعني سواء لي سيبورتور ليماج اللي مدوها، يعني ايماج كما يقولوا انترناسيونال، غير اللي نشوفوا في البطوله الانجليزيه ولا الالمانيه، سواء ليكيب جوار من كاليتي كما يقولوا سوبيريور. نشوفوا شفنا يعني ان بون جو، سي با كاين دي زونترينور يلعبوا ديفونس ومن بعد كونتر اتاك، ومن بعد حنا شفنا الاستحواذ، شفنا الجمال يعني في اهداف متنوعه. يعني فريمون سورتو ايزون كونكريتيزي افيك لا فيت تاع البارح، يعني ريان ادير يعني. ونتمنى لهم يعني يكملوا في هذا المشوار. ولازم تكون لا ستابيليتي، لازم هذا الراجل اليوم يلا فيه ريزولتا لازم يكونوا كاع ديريير، باسكو لا ستابيليتي لي امبورطون دون الفوتبول. دونك هو ولا مازال يمد وعنده لينيرجي، الناس كاع من العائله كاع تاع مولودية الجزائر لازم يكونوا خلف هذا الراجل، وخلف كما قال كاع لي ستاف اللي راهم معاه. وهذا هو الفوتبول، كل عام يكون ديزاميليوراسيون حتى ان شاء الله ولما لا يتوجوا ان شاء الله بكاس رابطه الافريقيه ان شاء الله، وتكون مكسب لكل الجزائريين، سي با يونيكمون بور لو ام سي دالجي.
تقي الدين كريم فنان في الجانب الفني، انا نكتشفه. جابر اليوم راح تكتفي بالحضور شبه رمزي لانه كيف تكلم حقيقه وثبتت بلغه الارقام لانه لما تكلم قال لك مولوديه الجزائر بعض الفرق تلعب لي كونتر اتاك يتكتلوا ويلعبوا هجوميا، قال لك لا كونسيرفاسيون لا بوزيسيون دي بال. صح شفنا لعب جميل وشفنا استحواذ على الكره وشفنا في بعض الحالات لما المولوديه ما تكونش مليحه يلعبوا لي كونتر اتاك، تسمى كانوا خطط او استراتيجيات على حساب المباريات اللي يلعبوها. وشفنا ايضا جمهور رائع واستثنائي، وشفنا ايضا ممر شرفي رائع قام به فريق مولوديه وهران امس. لما تكون تمثل مولوديه وهران ولما تكون ابن مدينه وهران ولما تحمل قميص مولوديه وهران وتعرف قيمه مولوديه وهران تعرف قيمه انجاز مولوديه الجزائر بكل بساطه. لذلك كان هذا الممر الشرفي الذي تزامن ايضا مع تيفو عالمي. صراحه ما حدث في ملعب نيلسون مانديلا امس استثنائي بكل المقاييس. تحيه كبيره جدا للاتحاديه الجزائري لكره القدم التي سهرت فعلا على هذا التنظيم المحكم. كم تمنينا وكم انتظرنا وكم طلبنا لسنوات ان نرى اللاعبين يحتفلوا بعفويه فوق ارضيه الميدان من دون تواجد غرباء. الكل يحتفل، الكل يغني والكل يرفع الكأس. شاهدنا ذلك هناك في ملعب نيلسون مانديلا. هذا ما فعلته مولودية الجزائر هذا الموسم، حطمت كل الأرقام وأبدعت فوق المدرجات واستحقت التاج بكل بساطة سيد الرئيس. الحمد لله هذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. كنت توقع توصل هذا الرقم لتحقق كل هذه الأرقام؟ أفضل هجوم، أفضل دفاع، أفضل هداف، أفضل ممرر، وبإمكاني أن أواصل. هي كاينة قاعدة في الحياة، أعمل اترك التوفيق من الله. احنا عملنا في بداية الموسم حاولنا نكون فريق متكامل من كل النواحي، يعني دفاعيا وسط الميدان وهجوميا. اتفقنا مع المدرب على بعض المراكز وين قمنا بانتدابات اللي كنا لازم نقوم بهم، انتدابات في مستوى فريق مولودية الجزائر. نشكر بهذه المناسبة الشركة المالكة وكل الممولين اللي وقفوا معنا في بداية الموسم حتى النهاية بالدعم تاعهم المالي والمعنوي. شوف هذه الصورة رائعة. أيضا سنتحدث عن المالي من بوزيدي الذي أصر على أن يكون هذا الممر الشرفي والعناق، أيضا من مدرب أيضا أحدث المعجزة الكروية هذا الموسم مع مولودية وهران وأنقذها من السقوط وأعادها من بعيد. هاي الصور وهاي المشاهد وكأنه من يعرف كرة القدم ومن يحب كرة القدم يفرح لتتويج المولودية. خلينا نشوفوا أيضا يا ياسين يا سادات صور تسليم الدرع لأن المشهد أيضا رائع، وسنكتشف ذاك العناق الحار بين رئيس حكيم حجر جم ولاعبيه وماذا يعني ذلك العناق بحضور طبعا أسطورة من أساطير مولودية الجزائر علي بن شيخ الذي حمل الدرع وتقاسم طبعا الفرح. هاي الصور وعناقك مع اللاعبين، لا أدري هل هو التخلص من ذاك الضغط والعبء اللي كان كبير أم فيها رسالة أم ماذا يعني هذا المشهد؟ هو يلخص العلاقة اللي كاينة ما بين حجر جم واللاعبين، لاعبين اللي كانوا في مستوى التطلعات. وين اليوم الأول اللي عملنا فيه اجتماع وتكلمنا بكل أريحية وبكل صراحة، يعني كانت هناك صراحة ما بيني وما بين اللاعبين. كانوا هناك طلبات تاع اللاعبين وأنا كانوا عندي طلبات. احنا اتفقنا الاثنين ان كل واحد يتحمل مسؤوليته، لا يوفر الطلبات هذو. يعني احنا إدارة قمنا بكل شيء باش يكونوا هاد اللاعبين في احسن الظروف، باش هما ثاني يقدموا كل ما يملكون. ما يخفالكش باللي ما كانش كاينه هناك عطلة في الميركاتو ايفرنال في الشتوي، وقعدوا تحملوا كاع هذا الضغط وما نساوش عندهم عائلات. الكل يتذكر تلك الصور التي شاهدناها عبر موقع المولودية، ذاك التحضير القوي جدا جابر بالعجلات وداخل المياه وبالاخشاب. تلك الصورة اللي في نهاية المطاف شفنا النتيجة. نعم كريم، التحضير البدني الآن أصبح متطور جدا، لأنه المحضر البدني تاع مولودية الجزائر راهو يستعمل في دي ميثود جديدة.
هذا لي ميثود صح على مواقع التواصل الاجتماعي احدثت ضجه، لكن هذه هي حقيقه العمل، لانه اللاعب او كان معاهم لاعب راهو شاف باللي في مرحله التحضير ما كانش اصعب حاجه قد الجانب النفسي الذهني. لما تكون في فندق ومغلوق عليك والا التحضير وتوصل حتى لو تري كوتيديان 3 تدريبات في اليوم، اصعب شيء للمدرب كيف يسير تلك المجموعه. لازم ينوع من ناحيه التحضير البدني. في التحضير البدني لازم باش ما يكونش فيه ملل، لانه اصعب شيء للاعب هو التحضير البدني لما يكون في فندق مغلق عليه، في مكان مغلق عليه وما تقيسش الكره كثير. الملل هذاك لازم دير دي ميثود جدد. هذه لي ميثود صح احدثت ضجه، لكن هذه هي حقيقه كره القدم. والدليل على ذلك ربما يبينها لي سيد الرئيس، شحال كاينه اصابه عضليه عام سنه في مولوديه الجزائر؟ ما كانش بزاف اصابات عضليه. كانت هناك دي اصابات تاع ليغامون كروازي هذيك لا غالب. الله غالب لاعب اجنبي ما دارش معنا التحضير في بدايه السنه، لكن نعاود نولي للتحضير تاع بدايه السنه. التحضير اللي وضعناه مع المدرب هو الهدف منه هذاك اليومين تاع برج الابطال كما نقولوا. برج الابطال صح. حدثت ضجه انذاك تلك الصور. هذيك الصور يعني اليوم تشوفهم هو الهدف تاعهم، يعني فيه الجانب الرياضي والجانب كما يقولوا لا بريباراسيون فيزيك، لكن لو بلوز امبورطون كانوا دي جوار جاو جدد، وكاين دي جوار اللي كانوا من العام اللي فات تاع لو جروب. صديق هي الهدف منه هو خلق هذيك التكامل ما بين الطرفين، يعني ما بين اللاعبين القدامى واللاعبين الجدد، ويكون هذا اللي هضر عليها السي كريم لو جروب. هذا كومون صديق قلت لي كيفاش هذا لو جروب تسيروه وكذا في هذوك اليومين ولا هذاك يعني في هذاك فترة تكون علاقات ما بين اللاعبين والإدارة والمدرب. طبعا الصور سنشاهد المزيد من الصور بعد قليل، ولكن الآن سنتوقف عند تألق فريق ترجي مستغانم وأولمبيك أقبو. طبعا الصعود بعد 25 سنة من الانتظار بالنسبة لمدينة تتنفس كرة القدم كمستغانم، والصعود الخامس تواليا بالنسبة لفريق أولمبيك أقبو. زميلنا طارق بوفليح يتوقف عند هذا الإنجاز التاريخي للناديين في هذه الورقة. ربع قرن عن آخر ظهور لترجي مستغانم في دوري الأضواء، ها هو اليوم يعود إليه بعد موسم بطولي شهد تنافسا فيه مع رائد القبة ليحسم معه أمر الصدارة منذ الجولة 11 حتى نهاية البطولة التي اقتطع فيها تأشيرة الصعود قبل جولة من الختام في مجموعة وسط غرب. صعود يأتي بعد ضياعه الموسم المنقضي في آخر جولة لتعم الفرحة في أوساط جماهير الأخضر والأبيض الذين تنفسوا السعداء. بعد جهد جهيد وبعد صبر طويل عادت الترجي إلى مكانها الأصلي ومكانها الذي يليق بها، مدينة عريقة ثقافية سياحية، مدينة بذلت مجهود كبير لتحصل على تقطف ثمار هذا الفوز الكبير. وإن شاء الله العام الجاي أنا كما قلت فرحانين دائما إن شاء الله يا رب. وفي مجموعة وسط شرق أولمبي أقبو بدوره اقتطع تأشيرة الصعود لأول مرة في تاريخه، وهو الصعود الخامس له تواليا. أسود حوض الصمام مشوارهم كان باهرا بعدما حسموا أمورهم مبكرا قبل 4 جولات من الختام، حينها وسعوا الفارق ل16 نقطة عن أقرب ملاحقيه مولودية باتنا. يبغى العتب نار ثبت ساعد سكوس يوار مليح سدوكلي ذي خديم الهاني قرزن يفا العتب نار ثبت السقطنا دي تسوالي ذكيه دونك لا يشاب بوك بتيكات الستاف تكنيك ميديكال جوار انا كل شامبيون الحمد لله من بريمي ديفيزيون كراسي بريمي دانيا. صعود الأولمبي والترجي إلى البطولة المحترفة يأمل عشاقهما في رؤية مستويات أفضل وبقاء أطول، ولم لا تغير الأهداف بعد مرور المواسم من ضمان البقاء إلى التنافس على الألقاب. التنافس على الألقاب، وهذه هي السيدة الكأس هذه للترجي مستغانم وأخرى لأولمبيك أقبو. الرئيس الأمور لم تكن سهلة، ولكن بديتوا بخسارة قاسية في الجولة الأولى وبعد ذلك الفريق تغير فجأة، ماذا حدث؟ والله لا كما قلت بدينا بخسارة قاسية جدا أمام يعني لو كونكيرون ديريكت لو كاب باتنا. وحنا أنا صراحة ما كنتش متقلق باسكو درنا بريباراسيون سي لا بريباراسيون سي لا شارج دو بريباراسيون تال مجتهدنا في لا بريباراسيون اللي درنا 2 ستاج، درنا في شلف، درنا في أقبو.
دونك انا ما كنتش يعني متقلق، يعني على بالي يعني تكون الديبي ما يكونش مليح. كونتريرمون وكابتنا يزافي لا فريشور فيزيك في الماتش الاول، سا ما ايطوني فريمون واحد لا فريشور. وعلى بالي الوقت يعني هنا في التكنيك، الوقت على بالي يعطينا الحق يعني يجيب بنتيجه ايجابيه على لا بريباراسيون واش خدمنا في لي دو ستاج. اون في يعني درنا عامل يعني مليح. بدينا مع شردود، مفدي شردود تو لو ستاف يلا فيها ان اكسيلون ترافاي مالغري ما كملش معنا. عودة كاروف عطاتكم بطاقة. لا كاتريام سانكيام جورني مفدي كان عندنا مشاكل يعني هكذا شويه داخل هكذا في الجروب. دونك اون ا تروفي لا سوليسيون تاع ليكيب لازم يكون نوفو سوفل. وكانت تعاودت كاروف اون ا ديسيدي اون ا في ريونيون قلنا نجيبوا باسكو ما كانش عندنا الوقت كان ضيق. كنا في يعني في الشامبيونا كاتريام جورني. دونك اتصلنا بكاروف والحمد لله. هذه هي يقولوا العلاقات لازم يخلي واحد المكانه نظيفه، اما المدرب اما لا ديريكسيون كانت علاقه طيبه كي تفارقنا مع الاول. وحنا والله لا اتصال يعني هاتفي يعني قال لنا ما كانش مشكل، ما كانش هذيك يعني لان ولا ما كانش هذيك عاود ولا. ومن النهار الاول بدا الخدمه يعني بدا الخدمه جات سهله. لو جروب لقى براتيكمون لي ميم جوار واللي جبناهم جدد يعرفهم. دونك كان انسجام يعني سهل وكملنا المشوار. كان لو ماتش كلي تاع لمس بيبي فاس لمس بيبي في اقبو. ربحنا لو ماتش صافي دير سي لو كونكيرون ديريكت. ومن بعد زدنا لو ماتش فاسو كابتنا روتور. كان عندنا الحظ يعني ولا روتور فزنا عليهم. وكانت سلسله يعني بالنتائج الايجابيه اللي خلات يعني المنافسين ديزيسبيراو كانوا يستناو تخسر اقبو 6 7 8 جولات. هذيك يعني شكل الضغط للمنافس. دونك اللي خلاتنا ما حبيناش نخسروا. كريم شوف لفت انتباهي كلام ممتاز. دابا لما تكلم لك على لافريشور ما تقلقتش. هو يعلم جيدا انه لما ديروا بريباراسيون فيزيك جوست ما تلقاش الريزلطه 4 جولات 5 جولات حتى الجوله الخامسه باه تجي لافريشور. قال لك لاعبي شباباتنا كانت عندهم لافريشور لانه ما داروش ان بون ستاج. من بعد الجولات الخامسه والسادسه يولي عليهم النقص تاع التحضير. حتى مولود الجزائر خسرت المباراه الثانيه وبعد الكلام وقالوا نفس الكلام، قالوا ان الفريق لعب من جاهزه. مع مرور الجولات تجي النتيجه. لما تكلم قال لك ما تقلقش. هذا مهم جدا. لو كان اخر يتقلق يقول لك اين هي النتائج. لما كان من اهل كره القدم عرف بلي لافريشير تجي وكان لك ذلك لانه النتائج تاعكم بدات تجي من الجوله الخامسه 19 مباراة دون هزيمة. هي أرقامنا كالترجي مستغرب. يا أخي من أين جئتم بذاك الصبر؟ لأنك ضيعت تأشيرة الصعود في آخر جولة وتعاود تبني فريق من جديد وتنطلق. يجب أن تكون عندك إرادة فولاذية الرئيس. تكون شاب. تكون شاب أيضا. هو شاب أصغر رئيس. رئيس. صراحة سي كريم العام المقبل العام اللي سبق العام الفارط نقولها في بلاطو غاضتني في الماتش التالي اخر مباراه والله غاضتني تنمو غاضتني على بالي بلي كاين فريق كنا قادرين نفوتوا للقسم الاول. قعدت في خاطري بنعاود ندير ايكيب مليحه ونعاود نكون فريق. كان تحدي بالنسبه لك؟ تحدي صراحه والله كان تحدي بالنسبه لي. وكان ما يخفالكش باللي الترجي مستقل مع عندنا 25 سنه. لذلك الاجواء كانت هكذا. كانت اجواء خياليه صراحه. لماذا احتفلت فوق الدرجه الناريه؟ هكذا جات عفويه. والله عفويه. جات عفويه هذيك الفرحه جات عفويه مع الجماهير. نشكر الجماهير بزاف اللي رائعه مستغانمه. هي جميله اصلا وتزداد جمالا بهذه المشاهد السياحيه. وعندها تاريخ. والله صراحه فرحه لا توصف. فرحنا الكبار الصغار. كاين ناس ما شافوش الترجي المستقانه في القسم الاول. رائع جدا والله صراحه. الناس تبكي يجي يسلموا عليك تبكي. هذيك الاحساس
ما تقدرش توصف. مشوار عكس اولمبيك اقبو كان صعب جدا، صراع ثنائي مع رائد القبه الى غايه الانفاس الاخيره. في البدايه على الترجي مستغانم بدينا الماتش الاول بدينا ملاح، من بعد جات واحد الفتره توقفت البطوله بدات شهر فعلا الله اعلم توقفت البطوله شهر اللي كاين الفريق طاح شويه في اللعب تاعو في النيفو تاعو. دخلنا في الباساج فيد في هذاك من سانكيام ماتش حتى الديزيام، درنا 3 تعادلات وخسرنا 4 تعادلات وخسرنا ماتش مع مشريه. في مباراة مشريه من ثم كانت الانطلاقه، خسرنا في مشريه 3-1. موراه من الماتش تاع الاربعاء الانطلاقه كانت. ومجيء بن دريس ايضا عطى اللي عنده خبره واللي كان ساهم في صعود الاتحاد السوفي، زاد عطى الاضافه للفريق. المدرب محنك، مدرب ما شاء الله، مدرب قوي عنده كاريزما، عاود حيا للفريق، حيا للاعبين، خلق بيناتهم الانسجام. كاين دي جوار كانوا ما يلعبوش بسببه هو ولا يلعبوا، مثال ماسينيسا. اذا ماسينيسا ولا هداف الفريق ما لعبش كاع لي ماتش 15 ماتش ولا ما لعبهاش. بريضه بن دريس ولا هو هداف الفريق ب 13 هدف. قوه المدرب. وانت ايضا لم يبدع فقط فوق ارضيه الميدان، لم يحمي المجموعه، لم يتالق تكتيكيا، بل ايضا مشهد رائع دخوله الى الاعتناق والاسلام ايضا صنع الحدث. لم اصبح اسمه بكل بساطه امير بومال. كنت قريب منه وقال بانه ساهمت كثيرا في هذا في اعتناق الدين الاسلامي الرئيس. لا هذه قناعه شخصيه، هو اقتنع بالدين الاسلامي، تعود ليه. كنت قريب منه، اقصد انك كنت قريب منه في تلك الفتره. يعني تعود ليه، يعني شاف امور وبحث. يعني هو بطبعه يعني هو عمل في افريقيا، وكما يقولوا عندنا خالط بزاف مسلمين وعاش بزاف مع مسلمين، وشاف يعني عاش في كوت ديفوار، عاش في زامبيا، عاش في المغرب، عاش في الجزائر. يعني شاف المسلمين، وبالطبع بالعقل ربي سبحانه هداه الإسلام، وإن شاء الله نطلبوا من الله يثبته ويكون ثابت على دينه إن شاء الله. هو التتويج في حد ذاته يضاف إلى التتويج، لكن هو يعني عنده شخصية في التدريب، ويعني يعمل في التدريبات، يعمل بطرق جد متطورة، طرق يعني هو دائما يبحث في مجال كرة القدم، واشاك فوا يسيد دابليكي هذه الامور هذه في التدريبات. شحال بقى له فاقده؟ القديم ولا الجديد؟ مانيش عارف وقتاش نضاف. هذا نسال. مازال احنا رانا في مفاوضات لكن احنا في فريق من الجزائر عرفنا باللي الاستقرار هو النجاح تاع الفريق في كل المجالات. يعني الاستقرار لازم يكون في الجانب الاداري. انا شفنا بعد عامين هاي النتيجه انتهز الفرصة لأشكر ثاني مرة أخرى. أنا شكرت البارح في الملعب جمهور فريق مولودية الجزائر اللي صبر علينا وصبر عليا خاصة، لأنه العام اللي فات كنا في نهاية الموسم واحتلنا المرتبة الثالثة، ما كانت حاجة سهلة، والشعب يعني دار ثقة في هذه المجموعة هذه، دار فينا الثقة، واليوم الحمد لله ما خيبناش. هو ثاني ما خيبناش في أوقات صعبة، كان واقف معنا الحمد لله. وكما قلنا المدرب تعاونوا لك المدرب يعني كان عنده كل الظروف، هو يعترف بذلك، كل الظروف كانت متوفرة لأنه اللي يحقق ما حققناه. مدد يمدد كم يمدد؟ سيمدد في قارب الأجال، وسنتحدث عن ذلك في وقته. يعني حيكون عندك انت الاكسكلوزيفيتي تاع التمديد ان شاء الله. سيمدد حتما، لانه فيه تفاهم، فيه اتفاق بين الاداره والمدرب والتجانس. كلنا نتحدث عن ركائز الفريق، سنقدم لك صور وتصريحات تعكس كل ما قلته منذ لحظات عن ركائز الفريق، وكيف كانت العلاقة بين اللاعبين، وكيف حافظوا على غرف الملابس في الأوقات الصعبة. نشاهد تصريحات ركائز الفريق في مشهد مميز سويا. عام شوية صعيب، الحمد لله درنا كما نقولوا، كانت عندنا مجموعة مليحة، وين واحد يعاون صاحبه، وين إدارة تاني كانت مليحة. الحمد لله هذا الشعب اللي يستاهل اللي يوقف معنا،
وكما قلت لك دروك راه عندنا شامبيون نفرحوا بها ومازلنا الكاس ان شاء الله رانا معولين على الدوبلي ان شاء الله. لكم هاد الفرحه ما نقدرش نوصفها لك، سورتو كي تشوف الشعب تاعك فرحان بزاف. ربي يدوم الفرحه والحمد لله. هاد التيتر ما جاش بالساهل. دوكا خلاص نقلبوا لاباج ونخموا لكم دالجيري ان شاء الله معولين على الدوبلي. بون السلام عليكم خويا. الحمد لله بعد موسم شاق، بعد شامبيون اللي كانت صعيبه مع دي كونكورون صعاب، مع كانت بزاف امور، كانت فيها بزاف مشاعر، موسم شاق بزاف. الحمد لله كانت مشاعر بزاف متبادله بيننا خاصه وبين الجمهور. داروا فينا ثقه وثقنا فيهم ولينا نستمدوا القوه. نشكروا كامل لي جوار تاعنا، نبدا بلي كادر وكامل لي جان اللي سويفو لي كادر هادو باش نديروا ان جروب، والاداره ثاني اللي عاونتنا، ستاف تكنيك، ستاف ميديكال، السلك الامني، سلك الاسلاك كامل اللي ساهمت خويا بالبركه. وان شاء الله نفرحوا اليوم ومن بعد نفكروا في الجاي ان شاء الله باذن الله. سي نورمال، مازال هدف واحد اخر، كاس الجمهوريه ان شاء الله نديروا لو تو باش نفرحوا الشعب تاعنا. خلوك الحمد لله كاين هاد الثلاثه وقفونا على القروب. مبروك علينا اليوم، حنا يوم هذا تاع فرح، دينا البطوله، نظن بطوله مستحقه، وين كانت عندنا مجموعه رائعه، جوزنا اوقات جميله نذكروها كاع حياتنا. نظن نشكر كاع اللاعبين، نشكر اداره الفريق، نشكر كل الطواقم اللي شاركت في هذا العمل هذا، نشكر جمهورنا الكبير اللي كان معنا وكان حاضر معنا من بدايه البطوله، من اول مباراه حتى للنهايه، حتى في الاوقات الصعبه وكان معنا حاضر. نشكرهم كثير ونهديو ثاني لروح خونا ياسين المناصر اللي توفى، ربي يرحمه، وكاع اللي ضحات من اجل الالوان هذه، وكاع اللي عطات من وقتها ومن تعبها ومن مالها والمولوديه الجزائر، نشكرهم. جمال بن علي فاز بكأس افريقيا، بالليل فاز بكأس افريقيا 2019 في مصر، ولما تشوفهم كيفاش فرحوا بالتتويج هذا مع المولوديه تعكس اشياء كثيره، وكأن الامر غير عادي ما يحدث في محيط هذا النادي. لا حقيقه تقال، يعني فريق مولوديه الجزائر هو فريق استثنائي في كل المجالات، يعني بجمهوره وبتاريخه وبألقابه، وعاشوا مع بعض يعني سنه موسم فيه كما يقولوا صعوبات، لكن عاشوا امور ما ينسوهاش طيله حياتهم. الفوز بلقب مع مولوديه الجزائر عنده طعم خاص، راك شفت جمال بالعمري فائز بكأس افريقيا وفائز بكأس العرب، يوسف بالليلي نفس الشيء، ايوب عبد اللاوي يلعب بالكأس العربيه يعني وفائز بها، يعتبر فائز بها. هذا اللاعبين صدي شافوا لو نيفو، عاشوا لو نيفو، وربحوا القاب كبيره. كاس افريقيا في مصر ماهيش حاجه سهله، كاس افريقيا حتقعد راسخه في اذهاننا كلنا كجزائريين. لكن مولوديه الجزائر طعم خاص، يعني كي تكون فيها على ذلك البارح قلت لازم نشكر كاع الناس اللي مروا على فريق مولوديه الجزائر، الرؤساء اللي مروا، اللي سعفهم الحظ باش يفوزوا بالقاب، يعطيهم الصحه واش قدموا مولوديه الجزائر. اللي ما سعفهمش ما نقولوش ما داروش ولا ما قدروش، الله غالب، يعني ما الحظ ما كانش معاهم. لكن كي تكون في فريق مولوديه الجزائر تقدم كل شيء، تقدم كل ما تملك لهذا الفريق، لانك في اكبر فريق في الجزائر، لا قدرت تجيب الاضافه الحمد لله، الا ما قدرتش تقدم واش تقدر. لكن فريق مولوديه الجزائر كلاعبين كمدربين شرف كبير انك تعمل في هذا الفريق وتكون انت قائد هذا الفريق. ماهيش حاجه سهله بالنسبه لك، لانك تكون في كل مره تحب تكون من الاوائل، تحب تفرح الشعب، لانه الشعب يعشق فريقه حتى النخاع. وشرف كبير انك تسير فريق في مدينه بحجم مستغانم، المستغانم اللي فيها الوداد واللي فيها الترجي واللي فيها اسماء كبيره حملت هذه القميصه. تغيدينا ترجي مستغانم فريق كبير. حسيت شويه بالضغط، رئيس صغير 33 سنه، شاب يوعد جمهور بالصعود بعد 25 سنه، كيف سيرت هذه الوضعيه؟ صراحه كاين في بدايه الموسم ما كانش عندي ضغط، تنسير فيها وشفت بلي كاين فريق، قلت
وكنت موفر لهم كاع الامكانيات. كيفاش بداك الضغط لما بدات مباراة مشرية اللي هي اللي كانت هي الضغط كبير في مباراة مشرية، خسرنا 3-1 لها، وكانت رائد قبة فريق لابس نقاط. لكن احنا اكتشفناه من الرئيس في مباراة كأس الجمهورية، اكتشفنا فريق رائع جدا أبهرنا. شفت اللقاءين أقبوا مع شباب الوزداد، مستغانم مع شباب الوزداد، يعني كان ترجي مستغانم كان الند لفريق شباب الوزداد، يعني كانت امور صغيره هي اللي ترجيحيه، يعني باش تشوف اللي فريق يعني عنده كاين فريق خدم طوال الموسم، واليوم الحمد لله هو يحصد في ثمار العمل تاعو. حصرت على الناس والله تحصرت، باغي نروح النهائي والله كنت حاب نروح. كاين امكانيات، كاين لاعبين لاعبين لعبوا في القسم الاول، ما كانش عليهم ضغط في مباراه شباب الوزداد صراحه، لعبوا كانوا حابين يفوتوا النصف النهائي ويروحوا النهائي. سكريت مرة أمام حامل لقب جمعية الشنب ثم أمام شباب الوزداد، خرج من الكأس وقدمتوا صورة رائعة جدا. قدمنا مباراة كبيرة أمام شباب الوزداد، هما ونافي كاين لابلاس ونافي دو لابلاس يعني بور باسي، كان عندهم خروج بطاقة حمراء تما ما عرفناش انا شفت لي جوار دخلوا في لا فاسيليتي كي شافوا شو استراحوا دخلوا في لا فاسيليتي، تما كانوا منضبطين تما طلقوا شويه على بها هما في كره كانت 10 دقائق ما داروش فرصه، بعد داروا فرصه هكذا جات طائشه ودخل البيت، ومن بعد خلاص افيك كونتر اون غروند ايكيب كي تماركي لك هدف صعيبه باش تولي. ما عندناش يعني هذيك ليكسبيريونس يعني باش نسيروا هذيك لا سيتوياسيون. الموسم انتهى بامتياز جابر، لكن الاصعب الان هو التحضير للموسم القادم. اكيد، لانه الان خذوا العبره والتجربه من الفرق التي صعدت الموسم الفارط، هي نفس الفرق التي سقطت، بن عكنون وواتسوف. الان بجمهور اقبو وبجمهور مستغانم والفرق الكبيره، لانه كريم لما واحد الوقت طلبت مني اني احلل ترجي مستغانم على السبوره الالكترونيه وكانني احلل فريق من المحترف الاول. عندهم الامكانيات تاع اللاعبين اللي واجهوا بها الفرق، اقبو واجهوا شباب الوزداد وعرفوا واش معناها المحترف الاول. الان انا من منبر في 90 اوجه لهم كلام من تجربه الفرق ومن تجربتي الشخصيه، المحافظه على اللوساتور، لا داعي لتغيير الكثير من اللاعبين، لانه كل الفرق التي غيرت اللاعبين كثير سقطت. هل ينطبق ان الامر على مولود الجزائر؟ لا، مولود الجزائر لازم يريكريتي ولكن رايك كيف؟ لا، هو عنده رايه ونحترمه سي جبنون، لكن انا اظن انا اخالفه في هذا. لا احكي يعني واش قال على مستغانم واقبو ينطبق على فريق مولود الجزائر، هي المحافظه على التشكيله والدعم راح يكون دعم نوعي في مراكز في المراكز اللي خاصه المدرب، لانك راح تلعب كاس رابطه ابطال افريقيا، لازم لك لاعبين مخضرمين، لاعبين تحافظ على اللوساتور تاعك، تحافظ على الفريق تاعك، ويكون الدعم وين عندك مراكز ناقص كما يقولوا لا دوبلور، وين ناقصين لاعبين، وين ما تقدرش تلعب على 3 جبهات بنفس التشكيله، لازم تدعمها، لكن ماشي باللاعبين كثير. التدعيم راح يكون في المناصب اللي تحتاجها الفريق الان، لانه الشيء اللي راك تعمل فيه سيد الرئيس مع في التسيير الاداري، انك والله في التسيير الرياضي انك منحت ورقه بيضاء للمدرب، هو يعرف النقائص تاعو كيما عملت في الصيف معاه، خليته يكمل، هو اللي قال الاحتياجات اللي راح يليبيريهم الاخر، نفس الشيء لو تعملوا معاه، لانه يعرف جيدا ماذا ينتظره في كاس رابطه ابطال افريقيا. ليس بالشيء السهل، لانه اهلي المصري والزمالك ليس بالبطوله الوطنيه. طبعا كلام المحلل وكلام الرئيس، ولكن انا كمنشط للبرنامج ساحاول ان اتطفل واسال وابحث عن المعلومه واتحصل على ما يمكن ان احصل عليه في هذا البرنامج، ولكن ان يرفع على ما سمعنا اذان صلاه العشاء بتوقيت الجزائر العاصمه وضواحيها، فلنوصت لصوت الحق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده. تقبل الله صلاة الجماعة بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. نواصل إذن المشوار. الاستقرار المطلوب في كل النوادي فنيا. بندرسي يبقى في ترجمة مستغل من الرئيس بإذن الله معنا إن شاء الله على مجال اتفاق رسمي إن شاء الله. كاروف مراد ان شاء الله دوك حنا نريحوا بيسك حنا دوك الستاتيو اماتور بور باسي الستاتيو بروفيسيونيل سي با فاسيل ما عندناش دي كونترا افيك لي جوار ولا اونترينور ولا لازم دونك نقعدوا اطاب لي بون جوار ايزون دي كونتاكت في لي زيكيب تاع لا ليغ 1 دونك نقعدوا اطاب اللي يريح حنا ماذا بينا نخليو لو ساتور لي ميور جوار يريحوا في اقبو بيسك يعرفوا الجو تما في اقبو كاين لا كويزيون كاين ولي هما تاني لازم يشوفوا المخرج تاعهم اللي حاب يلعب في اقبو يبقى اللي حاب يغير بيان سور حنا نشوفوا لي ميور جوار نكارديوهم الميور في الستاف ان شاء الله اون تروف تاني ماذا بينا تاني نريحوا بصح تما لازم نلقاو صافي دير نونطونت بيناتنا بيسك ما عندناش لو ستاتيو تاعنا اماتور ما عندناش دي كونترا معاهم ولكن فيه عقود معنويه كاين عقود معنويه وحنا الحمد لله وفينا يعني بلي زونغاجمون تاعنا كاين ثقه اونفير كاين ثقه حنا في المشوار تاعنا ماشي باك 5 اكسيسيون حنا درنا لا كريديبيليتي في اقبو الحمد لله الناس تهضر علينا غير الخير اون اونوري نو زونغاجمون كي ديفيسيل باسكو حنا ما عندناش شركات ولا عندنا مدخول ولا عندنا الحمد لله اون غاردي ليماج لا بون ايماج تاع الكلوب تاعنا سوا مع لي جوار سوا مع لي سبونسور تاعنا سوا ديك لي زوتوريتي سوا لوكال ولا ولايه ولا دي جي اس ولا الحمد لله وحنا اون فايسي نكملوا على هذا الطريق ان شاء الله سورتو لو كان يكون الدعم باسكو حنا اون ايكيب عندنا طموحات بصح طموحات نتمشاو بالواقعيه عندنا طموحات ان شاء الله l'année prochaine, les saisons prochaines, on a 7 سنين 8 سنين, on va essayer de jouer un maintien à l'aise selon le budget تاعنا كيما يقولوا on va pas s'enfoler ومن بعد بالوقت ان شاء الله اون ندخلوا في البروجي فورماسيون
اللي هو يعني موفر كما يقولوا الظروف موفره في اقبو باش يكون بروجي دو فورماسيون. على خاطر ما عندناش الضغط كيما المولوديه ولا جياسكا ولا سطيف عندهم الضغط ما يقدروا يديروا لا فورماسيون بصح باش يلونسيو لي جان صعيبه باسكو اشاك فوا السيبورتور اللي اكزيجون يقول لهم سوا شامبيونا سوا لا كوب سوا لا كوب دافريك سينو بالك تخص وحده يزعفوا. حنا عندنا الظروف الضغط هذا ما عندناش. تحب نموذج بارادو؟ تحب نموذج بارادو مثلا؟ ان شاء الله نديروها ما خير بوركوا با بيسك لا فورماسيون ديليت دروك كل ما دير الامكانيات تقول راني مخصوص. كاين لا فورماسيون ديليت تقدر تجيب حنا واش يخص في الجزائر يخص لانفراستركتور سورتو عندنا نهضر على اقبو تخص لانفراستركتور باسكو باش دير لا فورماسيون لازم تكون لانفراستركتور. يخص ثاني الامكانيات البشريه مخصوصه. حنا لا فورماسيون تاعنا لازم تكون لا ميزاجور نشوفوا لي زونتيرينور دونك بدينا ديجا لو ستاف اللي عندنا بدينا نديروا لهم دي فورماسيون سوا اولين سوا في الخارج. نهضروا على لا ميديسين سبورتيف كي نيكزيست با فريمون ما كانش النوعيه في الجزائر سوا لي بريباراسيون سوا فيزيك سوا تكنيكو تاكتيك. رانا نديروا يعني دي فورماسيون لي ستاف تاعنا اون بلوس رانا نهيئوا عندنا امكانيات صغيره نهيئوهم تما في اقبو باش نلونسيو اون اكاديمي. Ça sera peut-être on va commencer avec 20-40 يعني joueurs ومن بعد شويه نديروا ليكستونسيون. شي رائع جدا. بوركوا با الانديه هذه الكبيره حنا نكونوا الخزان تاعهم واللي يروحوا يجيبوا لي زافريكان ولا يجيبوا في الخارج حنا نكونوا الخزان تاعهم وتكون يعني التبادل في الخدمه باسكو ايكيب وحده ما يقدروش يد وحده ما تصفق. لازم حنا هما يعاونونا وحنا نعاونوهم باش يعني تكون لا كومبليمونتاريتي وان شاء الله نكونوا تما قوه ضاربه في كره القدم. نجيبوا الكؤوس هذه الافريقيه اللي راهي تروح ليجيب تروح لا تونيزي ان شاء الله تولي تجي هنا الجزائر ان شاء الله اترافير لي كلاب هادو اللي يمثلونا ان شاء الله. ونفس طموحك ايضا انت سي تقي الدين ايضا مركز تكوين صرحت وقلت هذا هو الطموح يريد ان يحدث ثوره في مستوانا الكرويه. نعم تكلمنا معك السي كريم على السنتر فورماسيون. هو الحلم تاعي اللي باذن الله لاني حاب ندير سنتر فورماسيون باسكو نشوف اللاعبين في الناحيه الغربيه كاين لاعبين كاين امكانيات كبيره عند اللاعبين صراحه. من ذاك نفوت نتفرج كاين اي 15 اي 21 هذوك اي 17 لاعبين وعندهم طموحات كبيره باه يلعبوا امثال مولودية الجزائر شباب القبائل لما لا في الاهلي المصري لاعبين عندهم طموحات كبيره بصح توفر لهم امكانيات. هو كي يدخل عندك في سنتر فورماسيون يعرف باللي راه في الطريق الصحيح. مثال كيما الايفنت تكمل مانيش عارف مع ليكيب تاع ترجي مستغانم ولا اولمبيك اقبو من بعد يكونوا في الناسيونال ان يبدا يهبط 3 ديفيزيون. هنا كرة القدم يكرهها يقول لك انا ما كانش ما عنديش لافونير باه نقعد نلعب في كرة القدم بصح كي توفر الامكانيات للشباب يطمح باه يولي اكثر من الشيء اللي راه فيه هو. ان شاء الله يا رب. احنا باذن الله عز وجل في هذا المشروع ونكونوا موفقين ان شاء الله. هذه كرة القدم التي نريدها هذا هو مستقبل الجزائر وهذه الجزائر الجديدة وهي الاشياء التي نسميها مثل ما نثمن حضور وتواجد اللاعبين القدامى لمولودية الجزائر امس في ملعب نيلسون مانديلا. المشهد كان رائع. نستمع الى تصريحات البعض منهم في ميكروفون زميلنا امين الرزاوي وسفيان مهمي. أنا حضروا الفرحة تاع مولودية بعد 14 سنة بالتتويج هذا وإن شاء الله كاع اللي يحبوا مولودية يكونوا فرحانين معنا اليوم ومازال كما يقول لك ما على بالناش لا ضد وقتاش الكأس إن شاء الله يزيدوا يفرحونا في الكأس إن شاء الله. نظن نهنئ نفسي والمولودية بهذا التتويج. نظن باللي مستحق من أول مقابلة إلى آخر مقابلة. نظن باللي فريق كان متكامل إدارة قوية لاعبين ذو خبرة شبان شفنا كل المكونات لهذا التتويج. برافو برافو برافو. بور الباركور تاع مولودية نجم نقول مولودية من العام اللي فات لدوكا الحاجة اللي شفنا كاين تغيير كبير. دونك التغيير هذايا
راهو في الاحسن. تغيير نجمو نقولوا مولوديه بدات تدخل الاحتراف بحكم شفنا تسيير اللي تبدل كاريمون بارابور العوام اللي فاتوا. بون بيرسونيلمون راني فرحان بزاف الشامبيونا هذه اللي داوها ابري 14 تما ما ديناش شامبيونا. راني فرحان بزاف. نشكر الاداره اللي دارت لنا الدعوه حنا لي زونسيان جوار اللي تما نشكرهم على هذه الالتفاته طيبه. فوالا وان شاء الله الدوبلي مازالنا ماتش دو كوب هذه هي. ان شاء الله مبروك علينا الشامبيونا هذا العام ان شاء الله ابري 14 14 سنه ما شفنا والو. هذا العام لاباس شفنا داروا اون بون سيزون اوني شامبيون. ان شاء الله نزيدوا لا كوب دالجيري ان شاء الله نزيدوا لا كوب دالجيري. والعام الجاي ان شاء الله نبريباريو لا سيزون بروشين نبريباريو لا تشامبيونز ليغ. لازم يرونفورسيو انا نشوفوا لازم يرونفورسيو. لازم لنا دي جوار اون ديفونس دي زاتاكون. لازم دي زاتاكون تانيك باش يديروا بون تشامبيونز ليغ ان شاء الله. مانيش انا اللي نسال هذا بطلوني هو اللي يتكلم. الله يصح. اول يقول كاس الجمهوريه. الجمهور الولدي يتمنى الدوبلي مثل ما يتمنى هذا سرجم. يعني نتمناو باش كل ما يتمناش يفوز بالبطوله والكاس حتكون حدث حاجه كبيره. يعني تفوز في الدوبلي في نفس السنه لكن حيكون مش حتكون مباراه سهله. حنلعبوا ضد فريق كبير فريق شباب الوزداد اللي راح يكون الند للند. يعني اليوم ضمن هو المرتبه الثانيه. راح الهدف تاعو راح يفايسي دو غاني لو تيتر لا كوب دالجيري. يعني راح يعمل المستحيل باش يفوز باللقب. وحنا ثاني من جانبنا راح نعمل كل ما في وسعنا. اليوم رانا 24 ساعه ولا 48 ساعه فرحنا باللقب. وفي كره القدم ويقول لك سي جابر لونشينمون يكون رابيد بالخف تجوز الامور اخرى. لازم نحضروا دوكا ندخلوا في جو نهائي كاس الجمهوريه نحضروا كما لازم الحال والتوفيق من عند الله. لكن نعاود نولي الاحترافيه فريق المولوديه الجزائر هو في البدايه يعني بدينا بتغييرات كبيره هذا السنه ولكن مازال عمل كبير ينتظرنا كما قال رئيس شبيبه أقبو. التكوين لازم نبداو دركا نخموا في التكوين. اليوم بقات لنا ايام وسندشن مركز تدريبات بزيرالدا راح نستعملوا منه اون بارتي للتكوين. راح يكون ان سونتر دو فورماسيون. لكن الهدف المنشود يعني في الاشهر ولا السنوات القادمه هو تكوين اكاديميه لفريق مولودية الجزائر. راح تكون اكاديميه يعني تتخصص كما قال لك 30 ولا 40 لاعب. بداتم بالشراكه مع نادي البي جي. بالشراكه مع بي جي وبالشراكه حيكونوا امام فرق اخرى ان شاء الله. وراح حيكون تبادل لخبرات. يعني ما يخفالكش دافوار لو سونتر دو فورماسيون حاجه مليحه. وي عندنا سونتر دو فورماسيون لكن شكون راح يعمل في هذا السونتر دو فورماسيون؟ شكون راح يكون هذا الشباب؟ ما يخفالكش الشاب كي يلحق 14 15 سنه الا ما داش ابجديات كره القدم في الصغر تاعو في 10 سنين 11 سنه 12 سنه راح يكون خلاص. يعني راح يكون لاعب عادي. لكن التكوين عنده مراحل. عنده 10 سنين هاو البرنامج تاعو 12 سنه برنامج 14 و16 ويطلع يمشي لما يكون عندك فريق كبير راس. نعم يمشي التكوين يمشي لك لما يكون عندك فريق كبير. بيان سور هو كما قال لك عنده الحق. فريق بارادو فريق مولودية الجزائر ماشي نفس الشيء. قال لك ما عنديش ضغط اللي عندك. فريق مولودية الجزائر عنده ضغط ايجابي. انا ما نسميش ضغط سلبي. يعني هي فريق كره القدم خلق لك يفوز بالالقاب. لكن العصر الحديث كرة القدم أصبحت أكثر فيها الجانب الاقتصادي يغلب على الجانب الرياضي. اليوم لازم الفريق يكون عنده فريق في المستوى يلعب على الألقاب. اون باراليل ما ننساوش التكوين لأنه التكوين راح يجلب أموال للفريق. رانا نشوفوا العالم كامل الفرق الكبرى ما تهملش الجانب هذا اللي هو مهم في كرة القدم. جابر بديت نفهم من كلامه أنه يريد استقدامات نوعية. المولودية لن تستقدم من أجل أن تستقدم بين السطور هكذا يقول لي ولا عنده قصد آخر؟ هو لو بلوز امبورطون في هذه المرحلة لأنه أغلب الفرق التي شاركت في كأس رابطة أبطال إفريقيا أخطأت من حيث نوعية اللاعبين. الآن
رايس الان اصبحت هناك طرق حديثه لاستخدام اللاعبين، ما بقاتش استخدام اللاعبين بطريقه اليوتيوب تشوف اللاعبين، هنا ولا كاين لو ريكروتمون دو بيرفورمانس، تقدر تجيب لا بيرفورمانس تاع اللاعب هذاك من الجوله الاولى الى الجوله الاخيره والمستوى تاعو. لكن الان سيرجم راهو فهم شيء، حتى رؤساء الفرق اللي معنا الان فهموا شيء مهم، تكلموا على التكوين. الشيخ راك مشكور جدا على الكلام اللي قدمته، فهم باللي التكوين في الفرق اللي ما فيهاش ضغط يمكن يكون، اما الفرق اللي فيها ضغط كما مستغانم والمولوديه لازم نتائج بالتكوين. وفهموا شيء اخر مهم جدا، فورمي لي فورماتور، شكون اللي راح يكون لك اللاعبين؟ خلي في الاستخدامات الاستخدامات ان شاء الله استخدامات تاع مدربين باش نبداو لا فورماسيون. ولكن بالنسبه للفريق الاول نعم الفريق الاول لكل حدث حديث. اليوم رانا في اجواء فرحه، في اجواء فرجه. الشعب المولوديه لا يهم الان استخدامات، هو الان يرتب للنهائي من كل النواحي. ان شاء الله حيكون نهائي في مستوى تطلعات الفريقين، ان شاء الله يكون في روح رياضيه. نطلب من انصار الفريقين تكون هناك روح رياضيه ما بيناتهم، ما هي الا مقابله في كره القدم. البارح انا شفنا قدمنا صوره جميله على الاحتفال، لازم في النهائي نقدم صوره اجمل على الجزائر الجديده كما قلت. ولكن تخطط من الان لتربص، تاريخ محدد، المكان محدد، كل شيء من الان. أنا رئيس الفريق أضع الخطوط العريضة الاستراتيجية تاع الفريق. هناك ناس عمال في فريق من الجزائر هم اللي يعملوا، لأن واش حدث في فريق من الجزائر هو انتصار لكل عائلة مولودية الجزائر. أنا نقول لك اليوم راه حاضر معنا الأخ بوروبي، خلية الإعلام هذا عامل كبير قامت به، كانت في المستوى يعني كاين بالك تشوفوا بوروبي يعني هو مسؤول على خلية الإعلام، لكن كاين ناس في خلية الإعلام يعملوا. عبد الباري فريد المحلل اللي راهو معاكم هو إنتاج مولودية الجزائر. راح يكون هناك لاعب من عندنا راح يجي لعندكم. التلفزيون الجزائري هو المنشط فعلا كان في مولودية الجزائر. فعلا أسرة كلها تشتغل. نرحب طبعا بالجميع الرئيس، ونبقى نبحث عن المعلومة. فوقت أعرف بأن الفريق مركز على النهائي، نهائي كأس الجزائر ونهائي كبير. ولكن بالنسبة للترجي أعتقد بأنه بديتوا التحضير للموسم القادم بالنسبة لاستخدامات وكل شيء. لا مازال شوية استخدامات أولمبيك أخذوا مازال. حنايا بدينا ديجا يفو كري لا سوسيتي. وحنا كوم بارازار سي لو سول كلوب اللي ما عندوش لا سوسيتي، عندهم كاع لي سوسيتي. دونك درنا لاسومبلي، زدنا لاسومبلي دي زاكسيونير. انا درت ان ابل بور لي زاكسيونير، مالوروزمون كاين هكذا ان ولا دو، اون با بو راسومبلي سيت اكسيونير. انا حبيت يعني نبداو يعني افيك دي بون باز. مي مالوروزمون لي جون سون ديزانتيريسي عندنا. ان شاء الله هادي دونك جو لونس ميم ان ابل سوا لي سبونسور ندق لنا نكون سهلا يبدا نيك ساعه تدريب تيما ولا تدريب. دونك سمعتك شمل البروجي هكا. الابواب مفتوحه للجميع. الابواب مفتوحه للجميع. اون بليس سي ان اكي بور توت لا ريجيون. اون ايكيب دو ناسيونال 1 او ليو لي جان تاعنا يروحوا يلعبوا على برا او عندهم مدرسه قدام البيت. اون بليس انا نشوف لي سبونسور ونشوف دي جون العقليات، يعني يقول لنا كاين دي جون يقول لنا نعاون سواء الجامع سواء نعاون المرضى. انا نقول له لو كلوب دو فوتبول الرياضه هي ديجا سي لا بريفونسيون، تعاون المرضى سي لا بريفونسيون باش ما تمرضش، وتعاون الجامع كيف لو كلوب سي لونكادرومون ديجا تربيه ايضا تربيه. كل الجامع كاين التربيه الاخر راك تساهم في لي جون دو لا سوسيتي. باسكو علاه ان جون ما كانش وين يروح يجي دون ان كلوب ولا ما خرجش جوار يخرج مواطن صالح. شي رائع. هذه هي رساله جميله، رساله يعني اللي نقدمها. وان شاء الله يكونوا بيسك على حنا عندنا دي زوبيراتور ايكونوميك يقدروا يعاونوا مستغانم، يقدروا يعاونوا كاع لي كلوب، وهما من حق تاعهم يرميو الدراهم تاعهم وين كاين الضوء، وين كاين لا بون جيستيون. صح. دونك الحمد لله راني نشوف ديجا كاين دي ريزولتا. هما ثاني يعني جيل جديد من الرؤساء، ان شاء الله يكونوا ديريير. نقول لك بوركوا با راني نشوف دوك الفوتبول سي ان فينومين
سوسيال، ظاهره يعني ومونديال. راني نشوف دون ان ستاد يروسومبل 4 5 بريزيدون دو بي و 80,000 سيبورتور. ما كانش يعني نشوف يعني ظاهره اللي تقدر يعني تلاقي كاع هاد نشوف المولوديه مالغير كاين الانقسامات كاين اليوم نشوفوا رايس يعني لم الشم والناس كاع فرحانه ومدوا ليماج غير في الملعب البارح مدوا ليماج كاع تاع الجزائر. ولازم تكون يعني العقليه هادو سوا لي زوبيراتور سوا يعني لي زوتوريتي يدعموا ويكون تكون المحاسبه ديريير. سي با انتردي تكون المحاسبه ان شاء الله يا رب. الموسم انتهى اليوم امس بصفه رسميه. نشاهد اهم وابرز ما حدث في الجوله الاخيره ومعطياتها في هذا التقرير ثم نختم البرنامج. البطولة الوطنية لهذا الموسم أبقت الإثارة والاحتمالات مفتوحة إلى غاية الجولة الأخيرة التي كشفت عن هوية ثاني النازلين إلى القسم الثاني هوات. قمة الجولة انحصرت في نهائي السقوط حيث سيرافق نجم بن عكنون اتحاد سوف المغادر قسم النخبة بعد خسارته أمام مولودية البيض ب0-0. شباب بلوزداد اختطف الوصافة المؤهلة إلى رابطة أبطال أفريقيا بعد فوزه على شبيبة الثورة ب2-0 مستفيدا من هزيمة النادي الرياضي القسنطيني ب2-0 أمام وفاق سطيف خامسا ب48 نقطة. اتحاد الجزائر عاد بالزاد كاملا من مقرة على حساب النجم المحلي ب3-2 ارتقى بها إلى الصف الرابع ب49 نقطة. مباراة أخرى أبقى فيها أتلتيك بارد والنقاط 3 على أرضه بالفوز على اتحاد خنشلة ب2-2 مسجلا بها الفوز 11 في الموسم مقابل 10 هزائم و9 تعادلات منهيا الموسم في الصف السادس ب42 نقطة مناصفة مع ملاحقه المباشر بالرصيد ذاته شبيبة القبائل العائد بانتصار من واتسوف أمام النادي الرياضي المحلي برباعية كاملة. أولمبيشلف بعد ضمانه البقاء ضمن حظيرة الكبار أنهى موسمه بفوز آخر على اتحاد بسكرة ب2-0 مؤكدا به نتيجة الجولة الماضية. آخر مباريات الجولة 30 كانت عرسا كرويا بين المولوديتين العاصمية والوهرانية على ملعب نيلسون مانديلا انتهت لصالح المولودية ب3 أهداف لهدفين. الكرة تجبره على أن يكون وفيا لفريق الذي يحمله فريق المولودية. يا سلام هدف أول مبكر يوسف بلايلي. قلت بأن يوسف بلايلي فريق قلبه هو مولودية هران لذلك لم يحتفل بهذا الهدف على طريقة الكبار. هدف عالمي من يوسف بلايلي. كرة ثابتة لم تترك أي فرصة لحارس الأمسي وفارد بوكريم مباشرة وضعها في الزاوية. بالليلي شكون هداف البطولة بالليلي ولا بالخصمي؟ شوف حسب النظام في الدول الأوروبية من يفوز بالبطولة ويكون هداف الفريق هو هداف البطولة هو اللي يفوز بالتيتر. لأنه من فاز بالبطولة مولودية الجزائر وتساوى هدافين يفوز بها الصاحب من أهدى البطولة لفريقه. لكن البحث الجديد يقول باللي اقل عدد ضربات الجزاء هنا هو بالقاسمي. لا خلينا نختلفوا لانه بحث جيد لانه الموضوع كان شائك. في نهايه المطاف الفيفا في اخر كاس عالم بقطر وضعت لما كان الصراع بين ميسي ومبابي كانت قالت بانه التمريرات الحاسمه هذا ما قيل. في فرنسا يعتمدون على ضربات الجزاء. في إيطاليا في إنجلترا في ألمانيا يقدمون لقب أحسن هداف للاعبين بالتساوي. في الجزائر لا يوجد قانون يقول لك بضربات ترجيح أو بالتمريرات الحاسمة. لذلك بالليلي وبالقاسمي هما الهدافين ولكن بيضاف إلى ذلك أنه بالليلي هو أحسن ممرر وأحسن هداف وأحسن دفاع وأحسن هجوم وبطل الجزائر ومن بين احسن لاعبين حتى لا اقول شيء اخر وهو يؤكد على نجاح المولودية هذا الموسم. لا يوسف بالليلي احسن لاعب في الجزائر يعني نقدر نقولوها بكل ثقه. عندك اثنين احسن عندك نعيجي ايضا لاعب. هذا الموسم عندنا نعيجي بالليلي وديب اللي كانوا استثناء.
انا نهضر على الفريق المتوج اللي هو فريق مولودية الجزائر. عندك بزاف لاعبين ممتازين. الفريق متكامل يعني قدموا كل ما يملكون فريق مولودية الجزائر. نهضروا على بالليلي هداف البطولة ممر حاسم، يعني هيجي عنده 12 هدف واظن عده تمريرات حاسمه. مرزوقي ب9 اهداف، 9 اهداف، سجل هدف البارح 9 اهداف. هناك بايزيد ايضا سجل 8 اهداف. هجوم ناري من يعني كاين لاعبين كانوا في مستوى تطلعات. شفت علاش ماشي يخمم بزاف الاستخدامات كل شويه شفت لا هو لا قال لك اللي تعرفوا خير من اللي ما تعرفوش. لا اللاعبين الان اللي الاحصائيات اللي مدهم هي كلها صحيحه، لانه احسن هجوم خاصه هذا الموسم التنويع. لما يكون لاعب ماهوش في الفورمه تاعو يكون الاخر في الفورمه تاعو. لكن السيد الرئيس نزيدو نعاودها لك من منبر في 90 كاس رابطه ابطال افريقيا تختلف تماما. لازم استقدام نوعي يدرك ذلك ويركز وينجو في بلاصتو، لانه خلاص طفت عليه السؤال اكثر ضربه. انا اظن الاستقدام النوعي كان الموسم الماضي. اليوم نقدر نقول باللي ان كل لاعبين فريق مولودية الجزائر عندهم عقود مع الفريق. وافضل استقدام ان نحافظ على ما لدي. نعم، افضل استقدام ان نحافظ على ما لدي، تحافظ على المجموعه، يعني تحافظ على روح المجموعه وتحاول الدعم في المراكز اللي يقول عليها المدرب. ايضا حتى في الميركاتو الشتوي لم تستخدم كثيرا، ولكن من استخدمته دخل وقدر الاضافه. لاعب في المستوى، لاعب رائع، لاعب تابتي ولاعب وطراء اللي حظوا ايضا لاعبين فقط وقدموا الاضافه في المولوديه. ساختم معك البرنامج بعد ولكن ابدا برئيس ترجي مستغانم تقي الدين. طبعا موسم اخر للتحدي، ومستغانم تحتاج الى تضافر جهود الجميع من اجل ان يتالق الترجي الموسم القادم. نعم مس كريم، ما يخفالكش باللي نفس فريق كبير العام المقبل، فريق اللي عندهم شركات. احنا حاليا ما كان حتى شركه ولا كاين سبونسور اللي راه معنا، لانني وحدي. من هذا المنبر نطلب السيد الوالي لولايه مستغانم اللي اعطاني وعد باللي جبنا 2 سبونسور ان شاء الله للترجي مستغانم. ان شاء الله. انا باذن الله انا قد المسؤوليه ان شاء الله. وان شاء الله نتمنوا الخير كاع الشعب الجزائري. سي كاري. دونك كيما قال سي تاقي، بون بور كريي ان بتي بو ليكيليب، حنا اون دوموند با 2 مليار 3 مليار دينار كيما لي غرون كلوب، هو 300 400 مليون دينار. اسكو فو كومونسي هذا ما كان، حنا والله 400 مليون دينار، افيك 400 مليون دينار اون با فير دي ميراكل، باسكو هكذا كيما قلت حنا سيرنا الفريق من جيبو الشخصي، عندي كلك سبونسور à l'occasion نشكرهم surtout l'année passée monsieur الحاج لونيس حميطوش à leur tête et les autres sponsors qui m'ont aidé. كما قلت لي je n'ai pas le droit de citer les sponsors. ان شاء الله نشكرهم كاع، نشكر كاع لي سبونسور، نشكر لي زوتوريتي لوكال كيما البلديه كيما الولايه كيما لا دي جي اس الشاف دايره ثاني اللي عاوننا بزاف، وكاع اللي ساهموا يعني عاونونا. حنا دوك نتواجدوا في القسم الاول. دي زيكيب اوني فاس دي زيكيب اللي عندهم من بيجي ضخم، نهضروا ب 2 مليار دي دينار. حنا دوك كيفاه حصلنا كيفاه نواجهوا، تسمى واحد بالكلاش انت بتير بولات تواجهوا. دونك il y a un déséquilibre. دونك انا جو بروبوز سوجير سوا لا ليغ سوا لي زوتوريتي سوا يعاونونا بشركات ولا لا ليغ ان اكزومبل تيكزيجي على هادو لي كلوب اللي عندهم شركات، قال لهم انجاجمون ب 200 مليون 250 مليون دو دينار، هادوك الدراهم يعطوهم لنا باش يكريو ليكيليب، باسكو هما غدا ان شاء الله تلقى المولوديه يلعبوا في الافريقيه، وهنا في الجزائر في البطوله الوطنيه ما كانش التوازن، يجي في عقبو يربح يروح له فاسيلمون، ما يكونش كيما يقولوا لانتونسيتي لو ريت، ما يكونش انا كيما بريباريش بيان ليكيب تاعي. المولوديه يكون عندهم 6 7 8 ماتش فاسيل، يروح يواجه الاهلي ولا الزمالك ولا تروح له
تروح له لكن لما يلعب مباراه قويه يروح له لو ريتم هذا كيما بي اس جي سي لو ميم بروبليم اللي عندهم بي اس جي على ما يدوش بطوله الاوروبيه ما كاينش لو ريتم في لا ليغ الفرنسيز. دونك على بها حنا باش نكريو هذا التوازن نتعاونوا على بها. قلت لك قبيله لازم نتعاونوا في المصلحه تاع الجميع، مصلحه الجزائر، مصلحه الجزائر ومصلحه الجميع، مصلحه كل لي زيكيب. انا كاين خطره بايرن ميونخ كانت الاخرى ليكيب اللي لعبوا لا فينال مع ريال مدريد دورتموند كان عندهم دي بروبليم فينونسيير. يبان بايرن ميونخ عاونتهم فينونسييرمون باش هكذاك ما يكون عندهم دي كونكيرون باش لو ريتم ما يروحش. دونك يعني بور لانتيري دو تو الموند اون با ايسي دو سونتريدي. وكيما قال قبيله ان شاء الله كيما لا فينال ولا لي كلوب حنا اوطونك ديريجون لازم نمدو دي زيكزومبل. حنا لي سيبورتور يتبعوا لي ديريجون. هذوك العنف هذا كاع المشاكل اللي كاين في الستاد انا جو بونس كاينين غروند ريسبونسابيلتي تاع لي ديريجون. صح فعلا. بيسك نشوف الاعلاميين والاخر لازم كيما يقولوا نوصلوا الخير باش هكذاك ما يكونوش ما تكونش مظاهر ما يكونوش مظاهر. ان شاء الله. سي حكيم حجرجم، المولودية تتوج بالبطولة، المولودية مقبلة على رابطة أبطال إفريقيا، مقبلة على ملعب عالمي، مستقبل آخر للمولودية إن شاء الله. مسك الختام معك. يعني نشكر كل الناس اللي وقفت على هذا الفريق اللي قدمت له كاع الإمكانيات. اليوم فريق نقدروا نقولوا متكامل من كل النواحي مع مركز التدريبات. نشكر الشركة المالكة اللي وقفت عليه واليوم راح ندشنوه في الأيام المقبلة إن شاء الله. وأيضا الملعب كنت البارح في ملعب دويرة حقيقة تقال ملعب عالمي من فيه كل المواصفات وكي قلت الاسم يعني الناس اللي اختارت الاسم يعني نقول لهم بارك الله فيكم. اسم كبير يحمل معاني كثيرة. اللي فريق مولودية الجزائر يعني فريق مولودية الجزائر ما يخفلكمش هو عنده كانت عنده أهداف سياسية في أبان الاستعمار في 1921 عند تأسيسه. ما كانش عنده غير الجانب الرياضي. قدم شهداء كثيرين 100 شهيد. ودي مباراة طبعا تطبيقية لفرق 23 سنة. كي تعطي له اسم علي لابوينت يمثل الثورة يمثل الشباب يمثل أمور كثيرة. يعني نشكر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على اختيار فريق مولودية الجزائر للأسباب التي ذكرتها سالفا لإعطاء هذا الملعب. نشكر كل العمال وعلى رأسهم وزير الإسكان اللي وقف على الملعب وكما يقولوا إلى غولفي لو ديفي في 3 أشهر راح يقدم الملعب واجد. صدقني أخ كريم ملعب عالمي. وشكرا لكم على حضوركم وشكرا على كل ما قدمتموه. إن شاء الله نفرح معكم بمزيد من الألقاب خاصة على الصعيد القاري وتعود المولودية إلى مكانتها أيضا قاريا. هذا أمل كل الجزائر. شكرا لك جابر نعمون على كل ما قدمته. تقي الدين أيضا إن شاء الله نطرحوا معك مع الترجي. سعداء بعودة الترجي إلى مكانته الطبيعية. والأولمبيك أخبو بعبارة واحدة بجملة واحدة التحدي سيتواصل معكم. سي كريم أشكركم على حضوركم في البلاطو. شكر موصول لكل عمال الاستوديو رقم 2 بقيادة المخرج طبعا ياسين السادات بمساعدة إسلام ميباركي وكل القائمين على هذا البرنامج. مويسي أيضا نبيل حاضر معنا هنا ساعدنا كثيرا. طارق بوفليح الكل مشكور على هذا الدعم وعلى هذا الإشراف على البرنامج. شكرا إلى الملتقى بإذن الله.